السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة. اليوم ما شاء الله غادي نقدم لكم حلوة الكاوكاو او الفول السوداني بالشوكولاتة. كتجي رائعة جدا وراقية في المنظر ديالها. اما المكونات فهي بسيطة في متناول الجميع والطريقة سهلة جدا. كتجي هشيشة بزاف من داخل ولذيذة بطبيعة الحال. خليكم معايا باش ندوزو مباشرة لطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو نصف كيلو من الكاوكاو او الفول السوداني اللي كيكون محمر. ممكن تستعملوا الكاوكاو بالقشور او لا بلا قشور. انا استعملت هذه النوعيه هذه اللي خديتها من ايديكا. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا مكتوبه انه محمر وبلا ملحه. غادي نحتاجو بالضبط 500 غرام. ممكن تزيدوا تحمروه شويه في الفران او لا تخليوه هكذا. انا غادي نخليه هكذا ومباشره غادي نطحنوه في المطحنه الكهربائيه مزيان وبعدها غادي نرجع لكم ان شاء الله. بقاو معايا. دابا بعد ما طحنا الكاوكاو مزيان حتى ولا لينا على هذا الشكل هذا، ضروري ما يتطحن مزيان باش ما يخسرش لينا الشكل ديال الحلوه ملي نجيو نقطعوها. دابا ان شاء الله غادي نبداو مباشره باش نوجدوا العجين. وغادي نحتاجوا ليه 250 غرام من الزبده اولا المارغرين اللي كتكون اولا اللي ضروري ما تكون في حراره المطبخ باش تسهل علينا في الخدمه. وبعدها غادي نضيفوا ليها كيس من سكر الفانيلا، وبعدها كنضيفوا السكر كلاصي او السكر بودره. عندي هنايا تقريبا كاس ونصف ديال السكر ما يعادل تقريبا 150 غرام. غادي نبداو نخدموا هاد 3 ديال المكونات مزيان بملعقه خشبيه اولا باليدين حتى كتولي لينا على شكل بوماد. وبعدها ان شاء الله غادي نرجع لكم باش نضيفوا ليها باقي المكونات. كيف كتشوفوا معايا هنايا بعد ما دمجنا السكر مع الزبده، دابا غادي نضيفوا الكاوكاو او الفول السوداني اللي سبق لينا وطحناه. غادي ندمجوا المكونات مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. وبعدها ان شاء الله غادي نزيدوا الدقيق باش نجمعوا العجينه. دابا غادي نضيف قبصه ملح اللي دائما ما كننسى نضيفها في الاول. غادي نستمر في دمج المكونات وبعدها مباشره ان شاء الله غادي نبداو في اضافه الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق فكتبقى متفاوته على حسب النوعيه ديال الدقيق. كيف ما كنقول لكم دائما عندي هنايا تقريبا 250 غرام ديال الدقيق، ولكن ما غاديش نضيفها مره واحده، غادي نبقى نضيفها بشكل تدريجي. وفي نفس الوقت غادي نجمع العجينه. غير تجمع ليا صافي نحبس من اضافه الدقيق. بالنسبه للقوام ديال العجينه هنايا كيكون قوام لين وفي نفس الوقت متماسك باش في الاخير كنحصلوا على حلوه اللي كتجينا هشيشه وماشي قاصحه. المهم غادي نستمر بنفس الطريقه وفي الاخير غادي نوري لكم القوام ديال العجينه كيفاش كتجي. ودابا بعد ما جمعت العجينه كيف ما قلت لكم ما خصهاش تدلك نهائيا، غير تجمع فقط. بالنسبه للقوام هنايا كنظن انه واضح جدا، كيكون قوام لين ومتماسك. ما غاديش نخليوها ترتاح، مباشره غادي ندوزو ان شاء الله باش نبسطوها ونشكلوا منها الحلوه. بالنسبه للطريقه اللي غادي نعتمدوها غادي ناخذ ورق الزبده او بلاستيك غذائي اللي غادي نديروه فوق سطح العمل، ومباشره غادي نحطوا عليه العجين. نحاولوا نبسطوه شويه باليدين بهذه الطريقه هذه. وبعدها كناخذوا بلاستيكه اخرى اولا ورق اخر ديال الزبده وكنديروا عليها من الفوق بهذا الشكل هذا. بعدها كناخذوا المدلك اولا الدلاك وكنحاولوا نبسطوا العجينه بحذر، حيت هاد العجينه هذه كتكون شويه حساسه ودغيا كتهرس. وبالنسبه للسمك ديال العجينه هنايا من الاحسن نخليوه شويه غليظ. دابا غادي نحيدو ورق الزبده وكيف ما طلعتوا معايا هنايا تقريبا السمك بين نصف سنتيمتر اولا 0.6 ملم.
دابا غادي ناخذ القطعه. بالنسبه للشكل ديال القطعه فهو اختياري، انا اختاريت هذا الشكل هذا الدائري. صافي غادي نطبع فوق العجين بهذه الطريقه هذه. بعد ما كنساليو من تشكيل الحلوه فرانا كناخذوها بحذر كيف ما قلت لكم، وكنديروها مباشره فوق اللاطه اللي غادي ندخلوها للفران، اللي ضروري ما نفرشوا ليها ورق الزبده اولا ندهنوها. بالنسبه لي هنايا راني اختاريت نشكل شكل تاني اللي هو اللي كيكون فيه ثقبه في الوسط، وعملت الثقبه غير بالغلاقه ديال القرعه ديال الزيت. صافي غادي نستمر ان شاء الله بنفس الطريقه حتى نساليهم كاملين. هنايا بعد ما عمرت اول لاطه غادي ندخلوها الفران ساخن على درجه حراره 160 درجه، غادي نشعلوا ليها من الفوق ومن التحت والمده تقريبا 15 دقيقه. ما خصناش نخليوهم يتحمروا بزاف، غير شويه. وضروري جدا ملاحظه مهمه جدا هو انكم تخليو الحلوه في اللاطه حتى تبرد عاد تحيدوها، حيت اذا حيدتوها وهي باقا سخونه فاكيد غادي تهرس معكم. كيف ما شفتوا معايا فهذا هو الشكل ديال الحلوه قبل التزيين. دابا ان شاء الله بعد ما بردات بطبيعه الحال غادي ندوزو باش نزينوها بالشوكولاته. عندي هنايا تقريبا 250 غرام من الشوكولاته، انا استعملت هذه النوعيه هذه من ايديكا. 250 غرام غادي ندوبوها في حمام مائي، وبعد ما تذوب ان شاء الله مباشره غادي ندوزو باش نزينو بها الحلوه. وعندي هنا كذلك واحد 50 غرام من الشوكولاته السوداء اللي غادي نزين بها كذلك، وغادي نعمل بها خطوط من الفوق كيف ما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. دابا ان شاء الله غادي نبداو في تزيين الحلوه بالشوكولاته. وكيف ما قلت لكم انا الحلوه كتجي هشيشه بزاف، فضروري ما تحضيو معاها باش ما تهرسش معكم. بعد ما كنغطسوها في حمام الشوكولاته مباشره نوضعوها فوق بلاستيك غذائي او فوق شي شبكه باش تستقطر من الاحسن. غادي نستمر ان شاء الله بنفس الطريقه حتى نساليهم كاملين، وبعدها ان شاء الله غادي نزينوها بالشوكولاته السوداء. ممكن كذلك تخلطوا الفول السوداني او اللوز مهرمش مع الشوكولاته وتغطسوها فيه. هنايا بعد ما ساليت من اول مرحله غادي ندوز المرحله ديال التزيين بالخطوط ديال الشوكولاته السوداء بهذه الطريقه هذه. صافي كنخليوها حتى كتجمد اولا حتى كتيبس ديك الشوكولاته مزيان، وكنقدموها بالصحه والراحه. هذه هي الحلوه ديالنا في طبق التقديم. كما كتشوفوا معايا الشكل ديالها كيجي راقي جدا، ومن داخل كتجي هشيشه بزاف. المقادير ديالها بسيطه في متناول الجميع وطريقه سهله كيف ما شفتوا معايا. كنتمنى ان شاء الله ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها في البيوت ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو اذا عجبتكم الوصفه. طبعا اذا عندكم اي سؤال او لا ملاحظه كالعاده خلوها لي اسفل الفيديو في التعليقات. إذا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة تفضلوا اشتركوا معنا في القناة مع تفعيل الجرس لتتوصلوا دائما بالجديد إن شاء الله. وإلى وصفة قادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.